يا حبيبي مش إحنا لسه جايبين لعبة شبه دي الأسبوع اللي فات؟ أنت عندك كمية ألعاب مش طبيعية وكلها شبه بعض، ليه لازم تحرجني كل ما أروح مكان كأني ما باجيبلكش؟ قولي لي كام مرة اتعرضتِ لموقف زي ده؟ تلاقي ابنِك بيزن في سوبر ماركت، محل اللبس، محل الألعاب، رغم إن عنده من كل الحاجات دي شيء وشويات، لكن برضه لازم يزن ويدبدب في الأرض، وأحيانًا ممكن يصرخ وينام على الأرض عشان عايز حاجة معينة. والحاجة دي أصلًا عنده منها كتير جدًا. طيب أنتِ بتتعاملي إزاي لمّا بتتحطّي في موقف زي ده؟ من خبرتي المتواضعة كده هاقول لِك حاجات بسيطة جدًا لازم تعمليها مع ابنِك لو اتعرّضتِ لموقف زي ده. طبعًا أنتِ لو قعدتِ تشرحي من هنا للسنة الجاية إن مش أي وقت بنقدر نشتري فيه الحاجة، ابنِك عمره ما هيفهم، مش عشان هو عنيد، بحكم سِنّه وعقله المتواضع هو مش هيفهمِك أصلًا وهيفضل يزن برضه. طيب نعمل إيه؟ نعمل قايمة اسمها ورقة الأمنيات، sticker كده بيتلزق تحطي فيه الحاجات اللي ابنِك محتاجها شهريًا، ودي اللي بالشهر دي اللي هي الحاجة الكبيرة اللي هو بيبقى عايزها، ودي طبعًا بتيجي في يوم في الشهر حسب ميزانية الشهر. الحاجة التانية حاجة اسمها قايمة المشتريات، زي القايمة دي بالضبط، بتحددي فيها مثلًا لو ابنِك عايز لبس، تحددي برضه يوم معين مثلًا في شهر 4 إحنا هنجيب لبس للطفل، وبرضه ده بيبقى على حسب ميزانية البيت. الطفل لمّا بيتعود إن في حاجة اسمها نظام من البداية، إن مش كل حاجة هتبقى متوفرة في أي وقت، حتى الحلويات بتتاكل في يوم معين في الأسبوع، ده بيريحِك جدًا وبيخلّي الدنيا مش عشوائية معاكِ. وعايزة أقول لكم حاجة كمان، بلاش أسلوب لو ما سكتّش أنا مش هاجيب لك حاجة حلوة، لو عملت الواجب صح أنا هاجيب لك اللي نِفْسك فيه. بلاش نربط الأشياء الطبيعية اللي هو المفروض يعملها على مدار يومه بمكافأة، بحاجة حلوة، لإن هو بيتعوّد بعد كده إن هو أي حاجة بيعملها لازم يبقى هياخد مقابلها، وده غلط جدًا وبيتعوّد الطفل مع الوقت على ده، ولمّا بيكبر برضه بيبقى نفس الشيء، هيقول لِك أنا مش هاذاكر إلا لمّا تجيبي لي، وساعتها هتضطري غصبٍ عنِّك لإنِّك عوّدتيه من صغره إنِّك تعملي له اللي هو عايزه. حاجة مهمة بقى عايزة أقول لكم عليها، لازم نعوّد الطفل على العطاء، إن هو يشارك حاجته، ما يبقاش بيحب حاجته أوي، ما بيسمحش لحد إن هو يلعب بيها، لازم تعوّدوا الطفل إن في حاجة كده اسمها حصّالة، هو بيحوّش فيها أي فلوس بتيجي له، وبيطلّع من التحويشة بتاعته دي فلوس للأطفال اللي ما يقدروش يجيبوا الألعاب وما يقدروش يجيبوا الحاجات اللي هو يقدر يجيبها. لمّا الطفل برضه بيتعوّد على كده من صغره، بيكبر وهو بيحب يدّي، بيحب يطلّع من اللي عنده، ما يبقاش مقفّل على حاجته وخايف عليها وأناني في التعامل. مهم جدًا إن إحنا نعوّد أولادنا على العطاء بفكرة حصّالة الخير دي، بنعمل حصّالة للطفل نقول له حُط فيها أي فلوس تيجي لك واعمل حسابك إن أنت كل شهر هتطلّع فلوس بسيطة من الحصّالة دي تجيب بيها حاجة لحد. الموضوع ده بيفرق أوي في نفسية الطفل، وبيتعلّم إن العطاء حاجة مهمة جدًا. جرّبوها مع أولادكم وقولوا لي حسّيتوا بإيه.